بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مقدمة عن مجال البيم، وهنعرف مع بعض ايه هي التولز اللي بتحقق البيم. في البداية يا باشمهندسين، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مجال الديستريبيوشن. عرفنا مع بعض دورنا كمهندسين كهرباء باور في مجال الديستريبيوشن بيبقى عامل ازاي، وعرفنا كل الديتيلز الخاصة بمجال الديستريبيوشن. ان شاء الله النهاردة مع بعض بقى هنعرف ايه هو البيم، وهنعرف ايه هي التولز اللي بتحقق البيم. في البداية هنتكلم عن ايه هو اختصار كلمة بيم. كلمة بيم اللي هي البي اي ام هي اختصار لكلمة Building Information Model او Building Information Modeling او Building Information Management. فده الاختصار بتاع الكلمة. طيب الفكرة كلها يا باشمهندسين بقى في موضوع البيم ده عاملة ازاي؟ ان البيم هو عبارة عن ان انت حاجة بنستخدم تولز معينة او بنستخدم سوفت وير معينة بحيث ان هي بتقدم ميزة ما كانتش موجودة في الشغل العادي. وليكن مثلا السيستم بتاع اللايتنينج سيستم اللي احنا كنا بنعمل له ديزاين وكنا بنبدأ ان احنا ننفذه والكلام ده. احنا كنا بكل بساطة ان احنا كنا بنقدر نتحكم في الكشافات اللي موجودة عندنا من خلال ان احنا نقدر ان احنا نعمل مفاتيح، فنقدر ان احنا نتحكم في النظام اللايتنينج سيستم بشكل عام. ولكن حاليا الموضوع بقى احدث شويه، فدلوقتي بقى دخلت تكنولوجيز جديده. التكنولوجي دي بدات ان هي تطور في الموضوع بشكل كبير. بدا ان مثلا انا لو عايز اتحكم في لايتنينج سيستم، ممكن ان انا اخلي اللايتنينج سيستم ده يشتغل. لو انا عملت كده مثلا ممكن يشتغل، ممكن اعمل كده فخليه يطفي كمان مره. ممكن مثلا اخلي اللايتنينج يشتغل من خلال ان انا اول لما يحس ان في حد في المكان يشتغل، لما يحس ان ما فيش حد في المكان يفصل. كل الكلام ده بيتم من خلال البيم. فالبيم هي حاجة ضافت للموضوع، فأثرت على زي ما بيقولوا كده الكونفورتابل بتاعة الكاستمرز، يعني المستهلكين. اي حد عايز دلوقتي يعمل مشروع وعايز يعمل فيه الحاجات اللي هي الديجيتال والحاجات اللي هي الحديثة والحاجات اللي هي بتسبب راحة في الاستعمال وراحة في الكلام ده، بنقدر ان احنا نحقق الكلام ده من خلال البيم. طيب ده كده مقدمة عن ايه هو البيم والمجال يعني عامل ازاي بشكل بسيط. طيب هنتكلم بقى عن ايه هي التولز اللي بتحقق البيم. التولز اللي بتحقق البيم هي الريفت والكي ان اكس والبي ام اس. وحاليا معظم الشركات بتبقى طالبه مهندسين عندهم درايه ومعرفه بالحاجات دي، الريفت والكي ان اكس والبي ام اس يعني. لان الحاجات دي بقت مستخدمه بشكل كبير في السوق حاليا، وبقت معظم الشركات بتبقى طالباها، سواء كانت مثلا شركات في مصر او شركات في الوطن العربي، مثلا زي دول السعوديه والامارات والدول اللي هي بتبقى دايما طالبه مهندسين في المجال ده. فالريفت والكي ان اكس والبي ام اس دي حاجات من الحاجات اللي بتساعد ان احنا نعمل البيم، نحقق البيم بروسيس يعني. الفكره بتاعه الريفت او الكلام ده، احنا الاول واحنا كنا شغالين مثلا كنا بنستخدم برنامج الاوتوكاد عادي. كنا بنبدا ان احنا ندخل بلان المعماري، ونبدا ان احنا نعمل بريبريشن لبلان المعماري، ونبدا ان احنا نوزع الشغل بتاعنا وكل الكلام اللي احنا كنا عارفينه ده. ولكن حاليا بقى برنامج الريفت هو برنامج بدا يستخدم في السوق، وبدا المهندسين يستخدموه في الشغل. بسبب ايه؟ بسبب ان هو برنامج احدث واحسن وفيه مميزات اكتر عن برنامج الكاد. بمعنى ايه؟ بمعنى خليني اوضح لك اكتر. مثلا من احدى المميزات اللي موجوده في برنامج الريفت ان هو برنامج ذكي. بمعنى ان احنا مثلا لو كنا جينا اشتغلنا على الكيبل تري مثلا في الكاد، وانت بترسم الكيبل تري هو بيفهم ان انت دي رسمه معينه، ده بلوك معين انت بترسمه، انما هو ما يفهمش يعني ايه كيبل تري وما يفهمش القصه دي كلها. انما بقى برنامج الريفت لا، يفهم. لما انت تيجي تعمل مثلا ديزاين للكيبل تري تلاقيه فاهم يعني ايه كيبل تري، ويفهم كل التفاصيل اللي انت شغال عليها وفاهمها وشغال عليها وبتعملها. بمعنى مثلا لو انت مثلا عندك ممشي في الغرفه معينه ممشي فيها كيبل تري، وعايز تاخد مثلا هتحود مثلا بالكيبل تري، فهو بيبدا يعمل لك الحوادات اللي انت بتعملها دي، المنحنيات اللي انت بتعملها في الكيبل تري هو بيعملها لك تلقائيا. انما لو انت شغال على الكاد وجيت تعمل الكلام ده، ما بيعملش الكلام ده تلقائيا، ولكن لازم انت تعمل الكلام ده يدويا. فعشان كده احنا بنقول برنامج الريفت من البرامج اللي هي الذكيه واحسن من برنامج الكاد.
من المميزات برضو اللي موجودة في برنامج الريفت ومش موجودة في برنامج الكاد هو ان برنامج الريفت بتقدر من خلاله تعمل حاجة اسمها 3D برزنتيشن للمشروع بتاعك كتوتال. يعني ايه؟ يعني وليكن مثلا المشروع بتاعك كان بيتكون من 5 ادوار، فتقدر انك انت تعمل 3D برزنتيشن للمشروع بتاعك بال5 ادوار دول، وتقدر انك انت تشوف كل الديتيلز اللي موجودة في المشروع، وتقدر انك انت تشوف حاجات ما كنتش بتعرف انك انت تشوفها من خلال برنامج الكاد. لان برنامج الكاد كان من الصعب قوي انك انت تعمل 3D برزنتيشن للمشروع وتشوف المشروع كتوتال كده، وتشوف كل الديتيلز اللي موجوده، وتشوف كل الحاجات اللي انت بتبقى محتاج انك انت تبقى عارفها في المشروع. فبرنامج الريفت سهل علينا الموضوع ده، عشان كده برنامج الريفت هو من التولز اللي بتحقق البيم. دي كده كانت الفروقات اللي موجودة في برنامج الريفت عن برنامج الكاد، واللي خلت برنامج الريفت يكسب، يعني اللي خلت برنامج الريفت احسن من برنامج الكاد. طيب هتقول لي يا باشمهندس، هو هل انا يعني مطلوب مني ان انا بقى كل فترة يعني يطلع لي حاجة جديدة، خازوق جديد، فانا اضطر ان انا اروح اتعلم الحاجة الجديدة دي عشان خاطر ابقى انا بنافس الناس اللي هم موجودين في السوق دول؟ هقول لك للاسف يا باشمهندس ما قدامكش حل تاني غير كده، لان معلش انت اي مجال انت بتبقى موجود فيه كل يوم بتظهر حاجه جديده، الدنيا بتتطور كل فتره بتظهر حاجه جديده، فلازم انك انت تتعلم الحاجات الجديده دي علشان خاطر انت تفضل بتنافس الناس اللي موجودين معاك في نفس المجال بتاعك. ولازم انت كل فتره يعني تقول لهم يا جماعه انا موجود، انا بنافس معاكم، انا عايز ابقى حاجه. الفكره كلها كده. فالفكره كلها ان حاليا الناس او الشركات بدات تطلب مهندسين بيعرفوا ريفت وبيعرفوا KNX وبيعرفوا BMS وبيعرفوا مجال البيم عموما، علشان خاطر دي من الحاجات المطلوبة في السوق. بالنسبة بقى للKNX والBMS فهي عبارة عن بروسيس احنا بنقدر من خلالها نعمل اوبجيكتيف معينة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا يا باشمهندس والله عايز اتحكم في اللايتنينج سيستم، اقدر ان انا اعمل من خلال مثلا بروسيس بتاعت KNX او BMS، اقدر ان انا اتحكم في اللايتنينج سيستم في الاون والاوف، او مثلا اقدر ان انا اتحكم في اللايتنينج سيستم من خلال ان انا اعمل ان انا اشغل اللايتنينج سيستم او افصله من خلال ابلكيشن على الموبايل، اقدر ان انا اتحكم في شده الاضاءه بتاعت اللايتنينج سيستم. والموضوع مش مقتصر على اللايتنينج سيستم بس، كذلك برضو في الاتش فاج والفاير فايتنج والبلامنج، في كل الكلام ده. ولكن انا بقول لك اللايتنينج سيستم عشان هي الحاجه الاقرب ليك، يعني بوضح لك الموضوع بشكل بسيط. فبتقدر انك انت تتحكم في الكلام ده بقى من خلال KNX والBMS. فالKNX والBMS هي برضو من التولز اللي بتحقق لك البيم. فدي كده التولز كلها اللي بتحقق البيم، سواء كانت الريفت او سواء كانت KNX او BMS. دي من الحاجات اللي مطلوبه حاليا في السوق، ومن الحاجات اللي الشركات بتبقى طالبه مهندسين يبقى عندهم معرفه بالحاجات دي كلها، علشان خاطر الموضوع بقى متطور بشكل كبير، والموضوع بقى مطلوب بشكل كبير في السوق. طيب ايه هي بقى المشاريع اللي احنا بنعمل فيها البيم؟ يعني هو هل اي مشروع كده في الدنيا انا بعمل فيه البيم، احقق فيه البروسيس بتاعه البيم دي واشتغل فيه بقى واعمل فيه KNX وBMS والكلام ده؟ طبعا كل حاجه زي ما قلنا في الفيديوهات بتاعه الديستريبيوشن ان كل حاجه او كل مشروع بيبقى متوقف على متطلبات الريكويرمنتس بتاعه مين؟ بتاعه المالك. يعني والله مثلا انا راجل عايز اعمل مشروع، عايز اعمل مثلا وليكن المشروع بتاعي ده عباره عن فندق، وعايز في الفندق مثلا عندي جناح مثلا في الفندق ده هيكون عباره عن شويه غرف، الغرف دول هيبقى فيهم مثلا اللايتنينج سيستم بتاعهم انا طالب فيهم حاجه معينه، او طالب مثلا في الاتش فاك بتاعهم، انظمه التكييفات اللي هتبقى موجوده في الجناح ده انا عايزها تبقى فيها تكنولوجيز معينه. كل الكلام ده بقى بتقدر انك انت تعمله من خلال البيم. فالفكره يعني كلها ان هي بتبقى واقفه او متوقفه على متطلبات المالك. والله مثلا انا عايز اعمل ديتيلز المشروع بتاعي، اطلب الكلام ده من الشركه اللي هتنفذ لي المشروع، وبتقدر ان الشركه بقى تقدر ان هي تحقق لك الاوبجكتيفز اللي انت عايزها دي من خلال البروتوكول او من خلال البروسيس اللي هي اسمها بيم. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.